احنا معانا الدكتور بسام الشماع، المؤرخ والمحاضر الدولي. وبمناسبة احنا بنتكلم عن إحياء التراث، مهم جدا نتعرف على المطبخ الفرعوني والجانب التاريخي في المبادرة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك في الخلاصة. مساء النور وجميع مشاهدينكم الكرام وأيضا ضيوفك الكرام. الحقيقة محاولة وتجربة في منتهى الروعة اللي في الدنيا، عملية توثيق المائدة المصرية. المصري القديم كلنا عارفين هو أول واحد عمل مائدة محددة القائمة للمأكولات، يعني فكرة المنيو وفكرة الست منيو. تمام، يعني في نوعين من أنواع قوائم الأكل. في لما حضرتك بتروحي حتة بيبقى فيه الأكل المعروف في المكان دوت، رايحة تاكلي طبق فول، رايحة تاكلي محل هتاكلي كشري بس، هتاكلي حاجة بس. فدي اللي بيسموها السيت منيو او المنيو المحدد. وبعدين عندك بقى الفرايتي منيو اللي هو بقى القائمه اللي ايه مليئه بالاشياء والمفاجآت، من اول راس الحيوان لحد العنب والتين والتين البرشومي والانواع المختلفه للخس والبصل ذو الشراشيب وكل المأكولات المعروفه عن المصري القديم، زائد الحلويات والكيكس. يعني لدينا نص مصري قديم صريح بيقول يعني هو محبوب بيكلم محبوبته، بما ان الدكتوره كانت بتتكلم على الافلام وتحديد الافلام وتوثيقها على اليونسكو مع الاكل وكده، في التراث المعنوي والمادي وكل انواع الحضارات. وجدنا ان هو كان بيكتب في النص بيقول لها، يعني لانها بعدت عنه يعني الفتره، فبيقول لها ان كيكه البلح اصبح طعمها كالملح على شفتي. يعني من كتر ما كانت كيكه الملح مسكره وحلوه، لان المصري القديم يعني الحمد لله ما كانش عنده سكر، ما كانش عنده السكر الابيض. المصري القديم لم يعرف سكر الابيض، ولكنه حل باشياء اخرى مثل البلح والتين. علشان كده تلاقي فيه فكره الكحك وفكره الدوائر اللي بتتاكل، يعني مثلا مثل دوائر الجبنه القريش، الجبنه القديمه اللي تم اكتشافها في سقاره منذ اشهر، كانت على مستوى عالي، والعيش والدو بتاع العيش اللي هي العجينه، لدرجه ان بعض العلماء الاجانب بياخدوا سامبلز او بياخدوا بعض الاجزاء الصغيره جدا من هذه العجائن المصريه القديمه، وبيبداوا يعيدوا فكره الاكله المصريه والعيش المصري، ونجحوا في ده، سواء بقى عيش معمول من البارلي، من الشعير، من القمح. وهفجر لكم ربما مفاجاه تكون جديده على بعض المشاهدين، ان تم دراسه ذكرتها مكتبه الاسكندريه وعلمائها منذ سنوات، في ان اقدم طعام او مأكوله تم دراستها بشكل كبير في معدة المصري القديم جدا، يعني قبل توحيد القطرين كمان، يعني قبل 3200 و 3300 قبل الميلاد. عملوا بعض الدراسات في حتت اسمها مستجدة وحتت كثيرة في مصر، واكتشفوا ان اقدم مأكولة تم دراستها ترجع الى 16,000 عام. نحن نتكلم على توحيد القطرين كان من حوالي 5200 سنة، يعني نعرمر ومينا ومن والمجموعة دي بتاعت توحيد القطرين الأسرة الأولى دي من 5200 سنة. لا، احنا بنتكلم هنا بقى على 16,000 عام. 16,000 عام عارفين لهم ايه في معدة المصري؟ هتستغربوا. حب العزيز، وده اللي بيطلق عليه تايجر ناتس في الغرب. ولو رحتوا اسبانيا هتلاقوا فيه هناك عصير اسمه شوفة، وده عصير حب العزيز. واحنا عندنا الاغنية الشهيرة زمان، حب العزيز الربعة بقرش، دي اغنية شهيرة جدا في فيلم من افلام الابيض واسود. حب العزيز كان بيتباع بشكل كبير جدا مع الترمس عند الراجل اللي كان بيبقى ماشي بالعربة الخشبية على كورنيش في اسكندرية او على كورنيش النيل او في الصعيد او في اي حته في مصر، تلاقي تملي الحلبه مع الترمس مع حب العزيز، 3 مأكولات مصريه قديمه بامتياز. فلو كان اخواننا في تجربه الطبليه وتجربه
توثيق التراث والاكل والافلام لسه ما حطوش حب العزيز واغنيه حب العزيز الربع بقرش، انا متاكد هم عملوا كده يعني، لكن لو ما كانش دكتور مريان يبادروا بالموضوع ده يعني. دي من اهم الورش يا دكتور اللي احنا اشرنا فيها الجيل الجديد. عملنا لهم الكيك الخاص بمقبره الوزير رخمي رعا من خلال حبوب حب العزيز. لسه كنت بقول لاستاذه هبه يعني كانت من اهم الورش المميزه عند الاطفال ان هم يخرجوا ويعرفوا يعني ايه حب العزيز، وده حد ذاته كان مميز يعني بالنسبه لهم جدا. استكمال لكلام دكتور بسام، احنا في الموسم الثاني في الافتتاحيه عملنا معرض مؤقت لعدد كبير من الادوات الخاصه بالطعام وكمان الاكل المحنط. يعني جبنا القريش محنطه، عدد من الافخاذ الخاصه بالحيوانات، كان عندنا دوم محنط، عندنا عدد كبير من عندنا كب كيك او العيش الشمسي الصغير اللي بنقول عليه احنا كب كيك محنط. كل الحاجات دي عرضناها لاول مره في معرض مؤقت، زاروا عدد كبير من الزوار. عملنا ايضا الادوات المختلفه او الفيترينا كان فيها طست وابريق. فكره المصري القديم كان بيهتم بالنظافه، بيهتم او قبل ما ياكل يبدا يغسل ايده. دي سلوكيات احنا حرصنا عليها في العرض المتحفي الخاص بالمعرض المؤقت اللي اتعمل بخصوص طبلية مصر. رائع. انا بشكر حضرتك دكتور بسام الشماع المؤرخ والمحاضر الدولي، نورتنا، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا.